السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة جديدة من كبسولة وعي. محاضرتنا النهاردة بعنوان إحنا بنعدي بفترات بنحس فيها إن إحنا خلاص إحنا مش عايزين نكمل، ما عندناش طاقة، ما عندناش دافع يخلينا نكمل. كل حاجة ملهاش طعم ولا لون. أي حاجة بنعملها نجحنا عادي، ما نجحناش عادي. كل حاجة بتؤدي إن إحنا فاقدين مشاعرنا، فاقدين إحساسنا تجاه أي حاجة بتحصل. طبعا ده شبه محاضرة فقدان الشغف اللي إحنا اتكلمنا عنها، لكن في فرق بين فقدان الشغف إن أنا أفقد شغفي وبين الإحباط إن أنا أكون شخص محبط. طبعًا ما نستعجلش، هنعرف الفرق ده مع بعض دلوقتي، وهنعرف إزاي نقدر إن إحنا نعالج الإحباط ده. طبعًا الإحساس اللي إحنا بنحسه إن إحنا ما فيش حاجة ليها طعم أو لون أو ما فيش طاقة، ده إحساس طبيعي عادي كل الناس بتمر بيه أو أغلبهم، لكن اللي مش طبيعي هو إن إحنا نحارب الإحباط، نعتبره عدو لينا. إحنا ليه بنحاربه؟ ليه بنقف قصاده مثلًا لمّا أحس إن أنا مُحبَط؟ في ناس بتعمل كده، لمّا أحس إن أنا مُحبَط، أنا مش عايزة أكمّل، باقف قصاد نَفْسي وأعاند وهاكمّل يعني هاكمّل. ليه بنعمل كده؟ أو ليه نستسلم ليه؟ ليه مثلًا لمّا أحس إن أنا مُحبَط، خلاص أنا مُحبَط وأستسلم وأسيب كل حاجة، أنا مش عايزة أكمّل وما أكمّلش فعلًا. الاتنين دول غلط، دول الحاجتين اللي مش طبيعي إن إحنا نعملهم. لا طبيعي إن إحنا نقف ونحارب الإحباط لإن هو مش عدوّنا، ولا طبيعي إن إحنا نستسلم ونسيبه هو يتحكّم فينا. المحاضرة دي هنتعلم فيها إزاي نقدر نلغي الإحباط ونتحكم فيه، بس أولًا لازم نفهمه ونعرف إيه أسبابه وإزاي نخرج منه علشان نقدر إيه، نبقى إحنا المتحكمين في الدايرة دي كلها مش هي اللي متحكمة فينا. إحنا نبقى عارفين إمتى نخرج منه وإمتى لأ، إمتى أعالجه وإمتى ما أعالجهوش، عشان أقدر إن أنا إيه، أعمل توازن في حياتي بشكل كويس. الإحباط مش علامة ضعف ولا كسل، مش معنى إن أنا مُحبَط إن أنا مش عايزة أكمّل إن أنا ضعيف أو إن أنا خلاص كسلان مش قادر. لأ، الإحباط ده عبارة عن رَد فعل جسمنا بيديه لنا أو عقلنا، إشارة من عقلنا أو من جسمنا، ودي حاجة قُلناها متكررة جدًا. أي شعور بنحسه بيكون إشارة من العقل أو من الجسم بتقول لنا إن في مشكلة لازم نحلّها. حاسس إن أنا فاقد الشغف، في مشكلة فقدان شغف هنا لازم نعرف سببها ونحلّها. حاسس إن أنا مش عايزة أكمّل في حاجة معيّنة، لازم نشوف المشكلة دي فين. أبسط حاجة يعني غالبًا أغلب الحاجات اللي بنمُر بيها في حياتنا أو بنعيشها، أي شعور بنحسّه بيكون رَد فعل مننا داخلي بيقول لنا إن في مشكلة. حتى لو تعبنا، التعب إن أنا أحس بألم مثلًا في جزء معيّن في جسمي، أحس إن أنا مش قادر مثلًا أمشي كتير عشان رجلي بتوجعني، مش قادر، حاسس بصداع في دماغي. طب هل أنا كنت هاعرف إحساس الصداع ده هاحس بيه أصلًا لو ما جاليش ألم؟ لأ أكيد لأ. طب هل أنا كنت هاعرف إن أنا مثلًا عندي مشكلة في جزء معيّن من جسمي محتاج يتعالج لو أنا ما حسيتش بالألم؟ كان ممكن إن أنا أبقى تعبان أصلًا ومش حاسس بالتعب، ما فيش حاجة ظاهرة، ما فيش ألم أنا حاسّه، فخلاص أنا شايف إن أنا طبيعي، مش محتاج إن أنا أجيب علاج، مش محتاج أروح لدكتور، مش محتاج كل ده. لكن أول ما باحس بالألم، لأ خلاص أنا عرفت إن في مشكلة، أنا عرفت إن أنا تعبان، أنا عرفت إن أنا محتاج لدكتور. هي كده، أي إحساس أنا باحسّه بيقول لي إن في مشكلة محتاجين نعالجها. هي زي أنت بتتعامل مع نفسك، تكتشف مشاعرك كإن رايح لدكتور. كإني مثلًا أنا دلوقتي مُحبَط، أنا محتاج أعرف سبب الإحباط ده مرض دلوقتي أنا محتاجة أعالجه. هو مش مرض، في حد ذاته مش مرض، لكن كمثال إن أنا أعتبره زي إن أنا مثلًا لمّا باتعب أو باصدّع محتاجة آخُد مسكِّن. أنا محتاجة أعمل كده، محتاجة أعمل كده مع نَفْسي، مع جسمي، مع عقلي، مع مشاعري، كل حاجة محتاجة أتعامل معاها إن هي مهمة، أنا محتاجة أدّيها الاهتمام الكافي عشان أتعافى منها. تمام. ففي ناس مش الإحباط مش بيكون مسبب لها مشكلة، هم مش بيبقوا عارفين أصلًا إن هم مُحبطين، هم شايفين إن هم عادي، أنا خلاص، أنا مش هاحاول تاني. الإحباط ده هو رَد فعل طبيعي جدًا زي ما قُلنا، بنحسّه لمّا بنعمل حاجة ومش بنحصل على النتيجة اللي إحنا كنا متوقعينها. أنا مثلًا كنت في ثانوية عامة، تمام، وأنا باذاكر طول السنة وباجتهد وبابذل مجهود وباتعب وباعمل كل حاجة عليَّ، بانزل دروس وباجي وأذاكر ومش بانام، كل حاجة أنتم عارفينها أصلًا عن الثانوية العامة. جيت امتحنت، النتيجة ظهرت، لقيت نفسي بدل ما أنا كنت متوقع على المذاكرة واللي أنا عملته ده كله إن أنا هاجيب 90%، لقيت نفسي جايب 60% أو ساقط، ساقط خالص. فأنا في الحالة دي هاحس بإيه؟ أنا تعبت وبذلت مجهود وما لقيتش نتيجة اللي أنا عملته، أنا مش هاكمّل. في ناس بتاخد القرار دي، في ناس بتنهي حياتها، بتنتحر. في ناس بتقول لك أنا مش هاكمّل خلاص، أنا مش هادخل امتحانات، رغم إن في أهالي بيكونوا بيدعموا أولادهم، اللي هو خلاص معلش ذاكر وادخل الدور التاني وادخل الكلية، مش مشكلة الكلية اللي أنت كنت عايزها، بس ادخل كلية تانية. لأ، هو بيتوقف خلاص، الحياة وقفت عند كده، اللي هو أنا مش هاكمّل، مش هادخل كليات.
أنا مش عايز أي حاجة. وفي ناس بقى بتنغلق على نفسها، اللي هو تقفل على نفسها، مش عايزة أشوف حد، مش عايزة أقابل حد، يدخل بقى في مرحلة اكتئاب ممكن توصل بيه إن هو ينتحر برضه. طب ليه ده كله؟ عشان شعور الإحباط اتحكم فيه واتمكن منه. هو شايف إن هو بذل مجهود وما خدش النتيجة اللي هو عايزها. هو ما حسبش في دماغه إن النتيجة، إن السعي علينا بس النتيجة دي توفيق من ربنا. هو ما حسبش كده، هو ما بصلهاش كده. لأن طبيعي ما حدش بيبقى، رغم إن أنا عارفة إن النتيجة دي توفيق من ربنا، لكن أنا برضو بيبقى صعبان عليا إن هو أنا تعبت وبذلت مجهود. في ناس بتبقى مشاعرها بتغلب عليها، في ناس بقى بتيجي تفرمل نفسها في لحظة، اللي هو مش عارف اتحكمت فيا فترة، بعدين خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربنا ما كانش كاتب لي خير في الحاجه دي، بيبداوا يكملوا حياتهم. في ناس تانية لا، رغم ان هي بتبقى عارفه ومتيقنه ان التوفيق من عند ربنا، بس هم مش قادرين يتنازلوا عن احلامهم، مش قادرين يتنازلوا عن الحاجه اللي خسروها. هم مش عارفين ان هي مش خير ليهم، بس او عارفين ان هي مش خير ليهم ما دام ما كانوش موافقين فيها، بس لا، مش قادرين يتقبلوا الموضوع. فالاحباط بيسيطر بقى ايه عليهم. فهو ده شعور الاحباط، او ليه بنحسه، او امتى ممكن نحسه. لكن فقدان الشغف انا ممكن اجي في لحظه كده واقول انا مش عايزه اكمل. هل انا عشان محبط؟ لا، انا عادي بحصل على النتيجه اللي انا عايزها، بس انا يعني فقدت طاقتي، بذلت مجهود كبير قوي لحد ما بقاش عندي طاقه ان انا اكمل. ففي فرق بين فقدان الشغف وبين الاحباط. تاني حاجه لازم نعرفها هي ان في فرق بين التعب المؤقت وبين اليأس الحقيقي. ان انا اكون تعبان كده فتره مؤقته دي حاجة، وإن أنا أكون يائس من الدنيا ومش عايزة أكمّل دي حاجة تانية خالص. التعب بيبقى محتاج راحة، إن أنا أرتاح، محتاج إن أنا أفصل، آخد break وأرجع أكمّل تاني. لكن اليأس مش محتاج راحة، إن أنا أصلًا مش تعبان، أنا مش مُرهَق جسديًا أو نفسيًا أو كده لأ، أنا خلاص يائس من الحياة مش عايزة أكمّلها تاني. ده بقى مش محتاج راحة، محتاج وعي. يعني إيه محتاج وعي؟ محتاج إن أنا أعرف إن اللي بيحصل لي من اختيار ربنا ليّا. محتاجة إن أنا أعرف إن اللي بيحصل لي مش نهاية العالم ولا نهاية الكوكب، والحياة مش هتقف عند كده، والناس كلّها بتكمّل حواليّا وأنا وحيد اللي واقف مكاني. محتاجة أكون واعي بالحاجات دي علشان أقدر إن أنا أتخطى اليأس، أقدر إن أنا أعالجه. في ناس كتير بتخلط بين إن هم يكونوا مرهقين وبين إن هم يكون عندهم يأس. بيخلطوا من الناحية دي إزاي؟ أو بيتلخبطوا بينها إزاي؟ إن أنا مثلًا أحس إن أنا مش قادرة أكمّل، مش عايزة أكمّل خلاص بعد حاجة أنا ما حصلتش عليها عملت حاجة ما خدتش النتيجة اللي أنا عايزاها، فقُلت لنفسي أنا مش عايزة أكمّل. فيبقى في مخيلتي إن أنا شخص يائس، أو في مخيلة اللي حواليّا إن أنا خلاص شخص يائس ومش عايز يكمّل، بس أنا أصلًا في الحقيقة أنا شخص أُرهِقت من السعي اللي أنا بذلته وما خدتش المجهود بتاعي، فمحتاجة أرتاح. عادي أنا ممكن بعد مثلًا الثانوية لقيت نفسي ما جبتش المجموع اللي أنا عايزه، أنعزل عن العالم كلّه وآخد وقتي في الزعل ويصعب عليّا وكل الكلام ده. بس أنا في الوقت اللي أنا زعلان فيه ومنعزل فيه عن العالم، أنا باخطط هاعمل إيه في الفترة الجاية. أنا خلاص لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، أكيد ربنا اختار لي الخير. هابدأ بقى أجهّز نفسي للمرحلة اللي أنا هادخل عليها. بس أنا بس أخدت break، فصلت، علشان طبيعي إن أنا أزعل وأتضايق حتى لو أنا مؤمن جدًا بربنا، بس أنا بيصعب عليّا شوية، بيصعب عليّا حلمي. خلاص أنا، بس أنا مش هادّي للزعل ده حجم كبير أوي لدرجة إن أنا أتعدّى على اختيار ربنا ليّا أو على حكم ربنا أو على قضائه. لأ، أنا بس مجرد إن أنا زعلت شوية صغيرين خلاص. بس هو ده، إن أنا بابقى باخد break، بارتاح شوية من التعب وبعدين بارجع أكمّل. لكن اليائس اللي هو هنلاقيه أخد break وفضل مكمّل فيه، ما رجعش تاني، ما رجعش يسعى، هو خلاص توقّف عند النقطة دي وما كمّلش. فضل إلى ما لا نهاية بقى إيه، في الدوامة دي، دخل في اكتئاب وأمراض وما بيخرجش من البيت وقطع علاقته بكل الناس، وإلى ما لا نهاية، اللي هي ممكن تكون النهاية أصلًا إن هو ينتحر، لإنه أفكاره سيطرت عليه كلّها ولحد ما وصّلته لأفكار إيه، انتحارية. فهي دي المشكلة، إن في ناس بتخلط بين إنه يكون شخص بيرتاح علشان يرجع يكمّل سعي، وبين إن شخص يكون أصلًا فقد الأمل في كل حاجة ومش هيكمّل سعي تاني. تالت حاجة لازم أعرفها هي إن أنا أسأل نفسي، أنا فعلًا محتاجة أكمّل والّا محتاجة أغيّر طريقتي؟ أنا باسعى مثلًا بطريقة، هل الطريقة دي صح أصلًا هتوصّلني تدّيني نتيجة في الآخر، والّا هافضل أسعى على الفاضي ومش هاحصل على أي نتيجة لإن أنا باسعى في الطريق الغلط، محتاجة أغيّر الطريقة اللي أنا باسعى بيها؟ ده سؤال مهم لازمًا أسأله لنفسي. ليه؟ لإن أنا ممكن أكون أصلًا ربنا كاتب لي الحاجة اللي أنا عايزها، بس أنا باسعى غلط، أنا ماشي في الطريق الغلط ومستني أوصل لها. فأنا ممكن لو حاولت شوية أو مشيت في طريق مختلف هاوصل لها وهاكتشف إن هي أصلًا كانت مكتوبة لي.
في ناس كتير كده جدًا بتحصل معاها الحاجة دي، اللي هو بيبقى ماشي في طريق وفجأة يلاقي الطريق مسدود قدّامه، فيحس إن هو مُحبَط، بس بيرجع يكمّل سعي في طريق مختلف، فيلاقي إن هو وصل للحاجة اللي كان بيسعى ليها طول عمره ومش عارف يوصل لها. فدي مشكلة، إن أنا لازم عشان أتخطاها ما اوصلش ليها وما اتحطّش فيها، إن أنا ألاقي نفسي باسعى، ممكن أسعى سنين في حاجة وفي الآخر ألاقي نفسي حيطة سادة قدّامي مش وصلت لحاجة. فهاجي بعدها أغيّر طريقي ألاقيني وصلت لها. فأنا لازم من البداية بدل ما أرهق نفسي بالطريقة دي، أشوف هل الطريق اللي أنا ماشية فيه صح والّا غلط، أنا محتاجة أغيّره والّا محتاجة أسعى بنفس الطريقة. الإحباط مش دايمًا بيكون إشارة إن إحنا متوقفين، إن إحنا خلاص توقفنا عن الحاجة دي فده إحباط. لأ، أحيانًا أنا باتوقف مكاني، أو قصدي بأُحبط وباحس إن أنا مش عايزة أكمّل علشان أنا محتاجة أغيّر اتجاهي. مش أنا هاكمّل عادي، هاكمّل سعي، بس مش هاكمّل في الطريق ده، هاكمّل في طريق تاني. هي دي الفكرة. فهنا الإحباط حاجتين، إن أنا أوقّف سعي خالص مش هاسعى تاني. تاني حاجة إن أنا أوقّف بس فترة break علشان أعرف أنهي طريق هاختاره غير الطريق اللي أنا كنت ماشي فيه. الهدوء مش معناه تراجع. أنا آخد break أو أفصل أو أقعد فترة كده ما أعملش حاجة في الحاجة اللي أنا شغّالة عليها أو باسعى ليها. ده إن أنا خلاص كده تراجعت عنها وأُحبطت ودخلت في مرحلة الإحباط. لأ، أنا ممكن باسعى لحاجة، باسعى مثلًا إن أنا أكون كاتبة مشهورة. جيت في فترة بطّلت كتابة خالص، وقّفتها وقعدت سَنة كده ما باكتبش. ده مش معناه إن أنا أُحبطت، إن أنا ما لقيتش مجهود ما عرفتش أوصل بسرعة، فأنا أُحبطت ووقفت. لأ، أنا بارتاح وبافكّر وباهدى، باخد فترة لنفسي بافصل فيها. أنا عادي مش شرط إن أنا أسعى بشكل مستمر ليل مع نهار لحد ما أوصل. لأ، أنا ممكن أفصل في النُص عادي. في ناس بتفصل في الحاجة بتاخد. أنا باشتغل على حاجة 3، 4 سنين، بيحصل له مثلًا ظرف معيّن فبيضطر إن هو يوقّف فترة، ممكن يوقّف 3، 4 سنين قدّهم ويرجع يكمّل عادي. الفكرة إن أنا بابقى حاطط الهدف قدّامي هاوصل له دلوقتي أو بعدين، أنا هاوصل له، هافضل أسعى ليه. لكن أنا مش هاوقّف مثلًا حاجات تانية في حياتي علشان الحاجة دي مثلًا أنا بادّيها أولويات. أنا ممكن يكون عندي 4 أهداف في حياتي عايزة أوصل لهم، 4 حاجات أنا عايزة أحققهم في حياتي. أمسك واحدة، واحدة، أكيد مش هاسعى لل4 مرّة واحدة، أنا باسعى لواحدة، واحدة. فبدأت أول طريق، وجيت في النُص كده حسّيت إن مش ده اللي ليه الأولوية، فأنا محتاج إن أنا أشوف أرتّبهم الأولوية. في الأول كنت مختارة عشوائي، بعدين بدأت إن أنا أرتّب الأولوية، أنا محتاج كذا الأول، محتاج كذا الأول تاني، وهكذا. فأنا جيت في نُص الطريق اللي أنا كنت ماشية فيه وقّفت ورُحت للحاجة اللي هي كانت ليها الأولوية. في الحالة دي عادي، المهم إن أنا ما بطّلتش سعي في طريق تاني. مش شرط إن أنا أسعى بس لنفس الحاجة دي، أنا باسعى لأكتر من حاجة، ده عادي طبيعي. لكن باختار بقى إيه، إن أنا مثلًا خدت break من الحاجة دي، وأنا واخد الbreak وبافصل منها، لازم أراجع نفسي، أراجع حساباتي، أشوف الطريق اللي كنت ماشي فيه صح والّا لأ، عشان لمّا أرجع ما أكمّلش في نفس الطريق الغلط، ما ابقاش ضيّعت وقت كبير زي كده وأنا ماشي أصلًا في الطريق اللي مش صح. فمعنى إن أنا أفصل من الحاجة أو ما أكمّلهاش في فترة معيّنة، مش معناها إن أنا فشلت، ولا معناها إن أنا خلاص متوقّف. لأ، معناها إن أنا محتاج أفصل، بارتّب وقتي، باشوف الوقت المناسب، وباحدد إمتى هابدأ وإمتى هاتوقّف. كل التفاصيل دي، بمعناه إن أنا شخص ناضج بمعنى أصح، وواعي وعارف هو بيعمل إيه بالضبط. لكن في ناس بتمشي كده خلاص أنا هاسعى، أديني مكمّل، أديني مكمّل. هُم بيوصلوا في الآخر لحاجة حتى لو ما كانتش الحاجة اللي هُم عايزينها بالضبط، بس بيوصلوا لحاجة ربنا بيجازيهم على تعبهم، لكن بيحسّوا إن مش هُم ده اللي كانوا عايزينه. طَب ليه؟ عشان أنا من الأول ما كنتش حاطط خطة صح، ما كنتش شايف إيه اللي أنا محتاجه بالضبط، ما كنتش عارف إيه الأولويات اللي في حياتي. فأنا لمّا أدرس كل حاجة، أنا باسيب أيوه النتيجة على ربنا، التوفيق منّه. لكن أنا بابقى حاطط الأهداف بتاعتي، وبابقى حاطط الخطة الأساسية بتاعتي أو الرئيسية، والحاجات الفرعية باسيبها تحصل مع نفسها عادي. فدي حاجة لازمًا تكونوا عارفينها برضه. في ناس ممكن تقول لأ، أنا لو وقّفت سعي عشان أشوف وأرتّب وأعمل كل الحاجات دي، أنا كده هاتأخّر، الناس هتوصل قبلي، في ناس هتسبقني، هيقولوا إن أنا كنت بطيء وفاشل ما عرفتش أوصل زيّهم رغم إن هُم بدأوا بعدي. لأ، ده مش معناه لا فشل ولا إن أنت بطيء خالص. ده معناه إن أنت شخص ناضج وواعي وعارف بتعمل إيه. أنا لمّا آجي في نُص حاجة أنا شغّالة عليها وأتوقّف علشان أرتّب وأشوف أنا ماشي صح والّا غلط وأشوف أولوياتي وأرجع أكمّل، هل أنا في الموضوع هاكون زي شخص ساب كل حاجة ومكمّل وخلاص؟ هو لو وصل مش هيوصل بنفس الكفاءة اللي أنا هاوصل بيها. أنا هاوصل بخبرتي في انتظاري وصبري، هو هيوصل بالمعلومات اللي لقاها في طريقه. أنا لمّا قعدت درست الموضوع، بحثت ودوّرت وسألت هنا وهنا، أنا خدت خبرة قبل ما أوصل. فبتفرق. إن أنا أوصل متأخر دي مش حاجة وحشة،
هو أصلًا في مقولة مش عارفة هي مثل والّا مقولة والّا إيه بالضبط، بس يعني بتقول: "أن تصل متأخرًا خيرًا لك من أن لا تصل." فإن أنا أوصل لحاجة متأخر ده هيديني خبرة، الوقت اللي أنا اتأخرت فيه ده ممكن أكتسب فيه حاجات اللي وصلوا قبلي ما قدروش إن هم يكتشفوها أصلًا، لأن التأخر ساعات بيكون مفيد، بيكون صحّي، بيكون هو الصح أصلًا، مش إن أنا أوصل بسرعة. خامس حاجة معانا هي إن أنا لازم أتعامل مع نفسي برحمة، دي بنقولها على طول في أغلب المحاضرات، إن أنا لازم أكون رحيم بيّا، أنا مش هاستنى إن الناس هي اللي تعاملني بهدوء وبرحمة، لأ، أنا لازم أنا مع نفسي أكون رحيم بيها، ما أضغطهاش، ما أعملهاش كأنها عبْدة عندي، اللي هو بُصّي إحنا مش هننام النهارده لمّا نخلّص الشغل ده، إحنا مش هننام الأيام دي غير ساعة واحدة لمّا نخلّص الحاجة اللي إحنا عايزين نوصل لها، لأ، أنا جسمي وعقلي ونَفْسي عامةً مش عبْدة عندي، مش هاقعد إن أنا أضغطها، أحمّلها فوق طاقتها ومسؤوليات وشغل وحاجات وسعي، كل ده وأنا باضغط على نفسي، ليه؟ عشان عايزة أوصل بسرعة، أو عشان الحاجة اللي أنا هاعملها محتاجة وقت ومجهود وأنا محتاجة أدّي لنفسي الوقت يعني أنجزها في وقت قياسي، ما ينفعش أتعامل مع نفسي بالطريقة دي، إلا في حالات معيّنة ممكن، اللي هو أنا بس دي مرّة، بس عندي ضغط شغل النهارده محتاجين نسهر نخلّصه، مرّة أو مرّتين تمام، لكن في العادي اللي هو الطبيعي بتاعي أنا لازم أكون رحيم بيّا. ما اقعدش أول حاجة أجلد نفسي ليل ونهار أنتِ فاشلة، أنتِ مش هتنفعي في حاجة، أنتِ وأنتِ، وأقعد أقول لنفسي كلام سلبي، أجلد نفسي وأجلد ذاتي وأقعد أحبط فيّا، أنا استفدت إيه؟ سِبت إيه للناس اللي هي حواليّا هيعملوه؟ ما أنا باسمع الكلام السلبي ده من اللي حواليّا، فأنا لمّا أقوله لنفسي هابقى عملت حاجة مفيدة؟ أكيد لأ، هابقى أذيت نفسي نفسيًا أكتر من الأول، هابقى لو حد بيقول لي كلمة وأنا مش مصدقها عشان عارف إن هي مش صح، أنا بأكدها لنفسي، باقول لها هي فلان قال لِك الكلمة دي وهي مش صح، بس أنا بأكدها لِك عشان هي صح. مع الوقت هالاقي نفسي وقعت، ما عملتش حاجة، ما أنا مش هاتوقع من نفسي إن هي تبادلني بقى إيه، بالترحاب وتعالج هي نفسها، لأ، لو أنا أذيتها هاتأذي، هي حاجة واحدة، بس إحنا أنا باتعامل مع نفسي تاني، باشوف إيه اللي هي محتاجاه وباحاول أقدمه لها، أنتِ محتاجة ترتاحي، هنرتاح، أنتِ محتاجة تدرسي، هندرس، فأنا باشوف نفسي إيه هي اللي محتاجاه وأنا بابدأ أعمله، كده في النهاية أصلًا الحاجة دي بتعود ليّا لإن أنا وهي نفس الشخص، إحنا مش شخصين في النهاية، بس الفكرة إن أنا إيه، باتعامل معاها بهدوء، برحمة، مش باقول لها كلام سلبي، حد قال لي كلام سلبي أنا باقابله بالإيجابي، أنتِ فاشلة، لأ، أنا شخص ناجح بس أنا بادّي لنفسي الوقت الكافي علشان أنجح بذكاء، أنجح بوعي، مش أنجح وخلاص. فأنا لازم طول الوقت، طول ما أنا مكمّل في حياتي، في سعيي، في أي شغل، في كُلّه، أسأل نفسي من وقت للتاني أنتِ إيه اللي محتاجاه؟ محتاجة ترتاحي، محتاجة نفصل، محتاجة تكمّلي أكتر؟ أنا باشوف أنا جسمي وعقلي وكل حاجة حواليّا محتاجة إيه، محتاجة إن أنا أتعلّم حاجة معيّنة، يالّا نتعلّمها، محتاجة إن إحنا نفصل وناخد break أسبوع، شهر، هناخده، ليه؟ لإن أنا ممكن أدّي لنفسي ضغط في فترة أضغطها، هناخد كورسات وهندرس وهنعمل وحاجات كتير جدًا، فآجي في فترة كده ألاقي نفسي تعبانة ومُرهق، محتاجة آخد break، هافصل، حتى لو كانت الbreak ده مدته شهر عادي، أنا بذلت مجهود يعادل مثلًا 6 شهور، فأنا مش هتفرق إن أنا أرتاح شهر، فأنا لازم أدّي لنفسي حقها، أتعامل معاها بلين وبرحمة، ما اضغطهاش، ما اجيش عليها، عشان أنا لو جيت على نفسي ده هيأذيني، هالاقي نفسي واقف مكاني مُحبَط، فاقد الشغف، فاشل، ما عملتش أي حاجة. أنا علشان ما اوصلش للنقطة دي، لازم أتعامل برحمة. لو عايز أكتشف نفسي، أشوف أنا مُحبَط والّا لأ، في حاجة معينة والّا لأ، ممكن أعمل إيه؟ إيه الخطوات اللي ممكن أعملها تساعدني أكتشف هل أنا فعلًا مُحبَط والّا مش مُحبَط؟ أول حاجة هاقول لكم 5 خطوات ممكن تعملوهم يساعدوكم. أول خطوة معانا هي إن أنا آخد يوم راحة أفصل فيه من كل حاجة، مش هأنِّب نفسي على شغل ما عملتهوش، مش هاعمل أي حاجة أصلًا في اليوم ده غير إن أنا قاعد مع نفسي، فاصل من الكوكب، هنقعد مع نفسنا نشوف هي محتاجة إيه، أو هي بتمُر بإيه. تاني حاجة إن أنا أجيب ورقة وقلم وأكتب كل الحاجات اللي مضايقاني، أو الحاجات اللي تخلّيني أقعد أأنِّب نفسي، أو الحاجات اللي الناس بتقعد تقول لي فيها إن أنا مش هانجح وفاشل، ما أعرفش أعمل حاجة مثلًا، عملت أكلة وما كانتش حلوة، فحد قال لي: "أنتِ فاشلة عمرِك ما هتفلحي في حاجة." أكتب الجملة دي، وهاكتب سببها كان إيه، أكتب كل الحاجات اللي أنا مرّيت بيها بمعنى أصح، اللي هي كانت إن أنا بذلت مجهود وما لقيتش النتيجة بتاعته، شوف إيه الحاجة اللي أنا إيه، بذلت فيها مجهود وما لقيتش نتيجة واكتبها. تالت حاجة أبدأ أسأل نفسي، هل اللي أنا باعمله بيعبّر عني؟ يعني هل الكلية دي هي مكاني الأساسي؟ حتى لو ما كانتش هدفي أو حلمي، بس أنا ممكن شخص يدخل كلية ما كانتش حلمه ويلاقي نفسه فيها عادي.
أنا مثلًا بابدأ أسأل نفسي طب هل الشغل ده هو المكان اللي أنا حابة أتواجد فيه، بيعبّر عني، هل أنا وسط ناس بتساعدني إن أنا أكتشف نفسي، وبتساعدني وتعيني على نفسي وشبهي وكده والّا لأ؟ فابدأ أسأل نفسي الأسئلة دي علشان أقدر أعرف أنا مُحبَط فعلًا والّا مش مُحبَط. رابع حاجة هي إن أنا لازم أغيّر حاجة في روتيني، أبدأ أشوف ما أنا ممكن أكون مُحبَط مش من إن أنا باسعى ومش لاقي نتيجة، أنا ممكن أكون مُحبَط من إن أنا باسعى في بيئة غير مُهيّأة ليّا نفسيًا، أو إن أنا مضغوط في شغل وبيت وكذا حاجة، فبادّي الوقت لحلمي أو للحاجة اللي أنا باسعى ليها قليل جدًا، فبالتالي باحس بالضغط، باحس إن أنا مش هاوصل، باحس بكل الأحاسيس اللي هي تؤدي للإحباط. فأنا محتاجة أشوف أغيّر ترتيباتي، أغيّر أولوياتي، أغيّر حاجة في الروتين اللي أنا ماشية عليه أو معتادة عليه، ممكن ده يكون السبب في الإحباط، مش إن أنا ما وصلتش لنتيجة، أنا لسه أصلًا قدّامي وقت عشان أوصل لنتيجة، بس أنا حاسة إن أنا مُحبَط، مش عايزة أكمّل، فأنا لازم أحل بقى إيه المشكلة. آخر حاجة هنا أنا لازم أكافئ نفسي، أنا عملت خطوة واحدة أسقّف لنفسي، أبسط حاجة أنا ممكن أسقّف لها فعلًا، مش تعبير مجازي، لأ أنا ممكن عملت حاجة لقيت إن هي نجحت معايا حتى لو كانت حاجة صغيرة جدًا، أقف كده دقيقة لنفسي أسقّف لها، أجيب حاجة باحبها لنفسي، أكافئها بمعنى أصح، أيًا كانت الطريقة اللي هاكافئها بيها، أدّيها يوم break أرتاح فيه، أخلّيها تخرج مع حد من صحابي، مثلًا أجيب حاجة أكلة باحبها، أعمل حاجة لنفسي، فأنا هاكافئها على أي خطوة صغيرة بتعملها باسعى فيها، أنا مشيت خطوة هاسقّف لنفسي على الخطوة دي. عارفين لمّا بيكون في طفل صغير لسه بيتعلم المشي، وأنا أول ما يمشي خطوة بابقى مبسوطة جدًا وأقعد أسقّف له عشان يكمّل ويمشي خطوة تاني، أنا هاعمل لنفسي كده، مشيت خطوة، بس طبعًا هنا المشي مش شرط يكون حقيقي، بيكون إن أنا تقدّمت خطوة في الحاجة اللي أنا شغّال عليها أو كده، أو باسعى ليها، فأنا تقدّمت خطوة ساقفة دلوقتي، أستاهل إن أنا أعمل لنفسي حاجة كويسة، حاجة حلوة. ده هيساعدني إن أنا أبقى فخور بالحاجات اللي أنا باعملها، حتى لو كانت الخطوات بتاعتي صغيّرة وضئيلة وبطيئة، هيساعدني إن أنا أبقى تركيزي كلّه على الإنجاز اللي أنا باعمله وباتقدّم فيه، مش على الحاجة اللي ناقصاني. أنا أصلًا ممكن مقابل الحاجة اللي أنا أنجزتها دي، أنا ضيّعت حاجة تانية أو ناقصني حاجة تانية، بس عادي أنا مش هاركّز على اللي ناقص، أنا هاركّز على اللي أنا أنجزته، اللي أنا عملته، علشان ده هيساعدني إن أنا أصلًا اللي ناقص خلاص أنا متشجّع أعمله، متشجّع أكتشفه، علشان إيه، أسقّف لنفسي تاني وأكافئ نفسي تاني وهكذا. ده بيبقى شعور داخلي، عقلك بيقول لك إيه، أنت أنجزت حاجة ومبسوط بيها، تعالَ ننجز حاجة تانية، تعالَ ننجز حاجة تالتة. لكن لمّا أحس إن أنا مُحبَط وخلاص أنا مش هاكافئ نفسي على حاجة، ما تستاهليش مكافأة، أنتِ لسه في حاجات ناقصاكِ، فالاقي عقلي بيحسّس إن أنا مش عارف، الدنيا معقّدة قدّامي، يعني مش عارف أعمل اللي ناقصني ده إزاي، مش عارف أكتشفه، هي دي المشكلة. آخر حاجة هنختم بيها محاضرتنا النهارده هي إننا لازم طول الوقت نفتكر إن ما فيش حد بينجح من غير ما يمُر بفترات إحباط، فترات فشل، فترات وقوع ويأس، ما فيش حد بينجح من غير ما يمُر بالفترات دي، ولو ما مرّش بالفترات دي بيمُر بفترات تانية أصعب منها، أصعب من فكرة الشعور أو الإحساس. يعني كلنا بنوصل بعد تعب ومعافرة، ما فيش حد أبدًا وصل وقال لك أنا صحيت من النوم لقيت معلقة دهب في بُقّي حققت بيها كل اللي أنا كنت عايزه، ما فيش حد بيعمل كده، ما فيش حد بيوصل من غير ما يتعب، ما فيش حد حتى لو حد مثلًا معاه فلوس وغني وهيوصل للحاجة اللي هو عايزها بالفلوس، هو هيتعب، ليه؟ هو دفع فلوس، هي مش معنى إن أنا غني ومعايا فلوس وهادفعها وأوصل للي أنا عايزه إن أنا كده ما تعبتش، ما أنا الفلوس دي اشتغلت وجبتها من تعب، أنا ما جبتهاش من الهباء، ما صحيتش من النوم لقيتها محطوطة جنبي، أنا تعبت عشان أجيب الفلوس دي، وبعدين دفعتها عشان إيه؟ عشان أحقق حاجة أنا عايزها، فهي كلنا بنتعب علشان نوصل للي إحنا عايزينه، أيًا كان بقى الطريقة اللي أنا تعبت بيها، في شخص بيتعب أكتر من التاني، في شخص بس اللي بيتعب أكتر بياخد إيه، جايزة أكبر، بيوصل بشكل أفضل، بيوصل بمهارات، بيوصل بقدرات أعلى، كل شخص بياخد وبيتكافئ على قد تعبه ومجهوده اللي هو بيبذله، فكلنا بنمُر بالفترات دي، مش معنى إن أنا أُحبطت في فترة أو مرّيت بظروف صعبة أو إن أنا هاجي أقول لنفسي إن أنا مُحبط مش عايزة أكمّل، لأ، مش أنا الوحيد اللي هاوصل متأخر، مش أنا الوحيد اللي أنا هابذل مجهود عشان أوصل، أنا لازم أبقى عارف إن كلنا بنمُر بنفس الفترات دي بس بطريقة مختلفة. الفرق بس إن في شخص بيكمّل، وفي شخص بيقف مكانه ويقول لك لأ يا عم خلاص إحنا مش هنكمّل تاني، في شخص بيتعامل مع نفسه بلطف وما يقساش عليها ويقول لها عادي هنحاول مرّة و2 و10، في شخص أنتِ فاشلة، أنتِ عمرِك ما هتفلحي في حاجة، أدينا قاعدين زينا زي خيبتنا في البيت والناس التانية كلّها بتنجح وبتعمل إنجازات برّه، أنا الكلام ده لو قُلته لنفسي أنا كده باقيم على نفسي الفشل، أنا باقول لنفسي أنتِ فعلًا فاشلة وهنفضل فاشلين سوا، فأنا لازم أبقى محدد هدفي، أكون من الناس اللي بتكمّل مش بتختار إن هي تُقف، وتوقّف حياتها على حاجة معيّنة، الحياة مش بتتوقّف، ما دام لسه فيك نَفَس، أنا دي حاجة باقولها دايمًا، ما دام لسه فيك نَفَس ونمت وصحيت الحمد لله صاحي، مش لا قدّر الله توفّيت، فطول ما أنت بتصحى بتنام وتصحى،
وأنت لسه عايش، كمّل، أنت قدّامك فرصة، قدّامك طريق لسه عايز تمشيه، ما تمشيش، اجري، اجري عشان توصل بسرعة، عشان تحقق اللي أنت عايزه. مش معنى إن أنا باقول اجري إن أنت تعرقل نفسك، أو إنك تُحبط أو كل ده، أو إنك تمُر بحاجات تضغط نفسك أو كده، لكن كمعنى إنك ما تتوقّفش عند حاجة، ما تستناش إن الحاجة دي تتصلّح وترجع لك. لأ، أنا فقدت حاجة، هاكمّل، مش ما فيش حاجة بتتوقّف، الحياة مش هتتوقّف عندك أصلًا ولا عند الحاجة اللي أنت توقّفت عندها. دي كانت محاضرة النهارده، أتمنى إن هي تكون مفيدة، أتمنى إن هي تساعدكم في حياتكم. أنا باحاول إن أنا أدّيكم المعلومات اللي عندي، أو الأفكار اللي عندي. أتمنى إن تكونوا مستفيدين أصلًا من فكرة جروب كبسولة وعي. باتمنى لكم التوفيق، ونتقابل إن شاء الله في محاضرة جديدة من كبسولة وعي.